رعب حقيقي عاشته عائلة بيرون الأمريكية. نهار انتقلوا يعيشوا في واحد الفيرما شراوها جديدة، بحكم أن دارهم اللي في المدينة صغيرة بزاف وما بقاتش قداهم، وبغاو يتهناو حتى من صداع المدينة. ولكن هذاك الشيء اللي عاشوه في ديك الفيرما عمرهم ينساوه. عاشوا الرعب مع الجن والعفاريت والأشباح، وقصتهم تحولت إلى أشهر فيلم أمريكي دي كونجورينج أو السحر والشعوذة. اليوم غادي نهضروا على القصة الحقيقية لعائلة بيرون، شنو وقع لهم بالضبط في هذيك الفيرما وكيفاش نقضوا راسهم وبقاو على قيد الحياة وخرجوا سالمين. الأحداث بدات سنة 1972 في ولاية رولد آيلاند الأمريكية. هاد العائلة اللي مكونة من 7 ديال الأشخاص، الأم كارولين والأب روجر وبنتهم أندريا عندها 13 عام، وساندي، كريستين، أبريل، نانسي عمرها 6 سنين. كلهم فرحانين ومتحمسين للفيرمة جديدة وغادي يتهنوا من الضيق ديال المدينة والصداع. أول نهار وصلوا للفيرما عجبتهم بزاف، شافوا فيها دار الأحلام، فيها كل شيء، اتساع، الغابة، البحيرة، الهدوء، وبعيدة على الصداع والزحام ديال المدينة. هذاك الشيء اللي كانوا كيتمناوه كله لقاوه في هذه الفيرما. المساحة ديالها 3000 متر مربع، وعاد هاد الدار مبنية على الطراز القديم، يعني متينة، فيها اتساع، كلها بالخشب، البيوت ديالها كبار، هذاك الشيء كامل اللي كيتمناو. وحتى البنات ما غاديش يبقاو يدابزوا على البيوت، كل وحده غادي يكون عندها 2 ديال البيوت. هذا الشيء كان بالنسبة ليهم غير أحلام، ولكن دابا راه فعلا لقاو الدار اللي غادي يرتاحوا فيها. وعاد اللي حمسهم اكثر ان المسافه بين الفيرما والمدينه يلا 20 دقيقه بالطوموبيل، يعني حتى بالنسبه للمدارس، للبنات، الاغراض، التسوق ما غاديش تكون مشكله، ما بعيداش بزاف والموقع ديالها استراتيجي. وحتى الثمن باش شراو هذيك الفيرما مقارنه مع المساحه ديالتها، الموقع والهدوء والبحيره، فهي رخيصه بزاف. 75 ألف دولار بالنسبه للمساحه والموقع، فهي كانت بالنسبه لهم همزه. الام كارولين كانت كتخدم سكرتيره، والاب كان كيخدم في الجيش الامريكي، واستقال ولا كيخدم بائع مجوهرات متنقل، يعني ما عندوش مواعيد مضبوطه، وتقريبا ما تيكونش النهار كامل في الدار، ويقدر يغيب باليومين على حساب الطلب اللي عنده ديال الخدمه، وبعد الاحيان كيرجع معطل. انتقلت العائله للفيرما. اغلب الاوقات كانت الام كارولين وبناتها هما اللي تيكونوا بوحديتهم في الدار. من بعد اسبوع ولاو كيحسوا بشي حوايج غريبه كتوقف، والبنات كيخافوا في الليل، كيسمعوا شي اصوات غريبه، وكيشوفوا حتى دوك المونيكات والالعاب كيتحركوا بوحديتهم في الليل، ما كيقدروش ينعسوا من الخوف. واحد النهار بنات كارولين نانسي وابريل قالوا لهم انهم كيشوفوا مرأة في الليل كتجي عندهم، كتغطيهم وكتبوسهم، وهم بالخلعه ما كيقدروش يحلوا عينيهم ويشوفوا فيها. الام قالت لبناتها هاد الشيء غير تخيلات وما كاينش هاد الشيء. دازت واحد الايام، ولكن المشكله غادي تبدا مع الام كارولين. بدات كتحس بشي طاقه غريبه في الدار، بحال شي حد معاها، كتحرك، كتحس بشي واحد كيشوف فيها من اللور، كتحس ان الدار ما عايشش فيها بوحديتها، وكتسمع بعض الخطرات اصوات غريبه، وحتى الاغراض ديالها الشخصيه كترفع، حوايجها كيتختفاو فجاه، كتحط الحاجه ما كتلقاهاش، واذا لقاتها كتلقاها في بلاصه واحده اخرى، وهي راها متاكده ان الحاجه كانت محطوطه في واحد البلاصه معينه. بدات كتحس ان الدار غريبه، ولكن هي ما قدرت تقول والو لراجلها، وحتى راجلها كيجي عيان وكيجي متاخر بالليل، خصو غير ياكل شي حاجه ويمشي ينعس. واحد النهار كارولين كانت كتنظف البيت، ولحقاش هي الاخر اللي كتبقى فايقه، سمعت صوت في المطبخ في الكوزينه، تقرقيب ديال الماعن. بقات كتسمع، قالت ربما وحده من بناتها ناضت للكوزينه كتصايب شي حاجه، او شي واحد جا الجوع بغى ياكل شي حاجه. ولكن غير لحظات بدات كتسمع صوت الاظافر كيضربوا بشي غلاي ديال النحاس. هذاك الصوت ديال الاظافر قوي بزاف، صوت مرعب، وهنا بدات كتحس بالخوف. تشجعات كارولين وناضت تشوف شنو واقع في الكوزينه، كتدور كتقلب كتشوف شنو كاين، ما كيبان ليها حتى شي واحد.
وبقات كتقول مع راسها هذه غير اوهام وانا مركزه في شي حوايج ما كاينينش في الواقع. في الصباح كارولين غتلقى الكوزينه كامله مرونه وعامره بالوسخ، وهي في الليل راها متاكده انها نظفتها وما خلات فيها حتى شي حاجه. هي عارفه كاينه شي حاجه غريبه في الدار، ولكن ما بغاتش تبقى مركزه مع هذا الشيء. وكل نهار كيتزادوا الاصوات، حتى الاجهزه الكهربائيه كتحرق بدون سبب، خاصه واحد السخان ديال الماء كان دائما كيخسر. ولحقاش هما كاينين في منطقه بارده فهم ضروري كيحتاجوا الماء سخون. كل مره كان كيخسر ليهم داك السخان بدون سبب، وكيرجع راجلها يصايبو ويخسر تاني يوم. في هذيك الليله غادي تطلع واحد الريحه خايبه في الدار كامله فيها بحال ريحه الجيفه، شي حيوان ميت، والريحه قويه ومجهده ما قدروش يتحملوها. العائله كامله كلشي ساد نيفو وكلشي تيقلب منين جايه هاد الريحه. الغريب انها منتشره في الدار كامله وما عارفينش المصدر، يعني البلاصه اللي جايه منها الريحه ما عارفينهاش، واش من لاكاف، واش من الحمام، واش من الجرده، ما عرفوش. قلبوا الدار سفاها عليها. دازت واحد المده مشات ديك الريحه بوحديتها. هاد الشيء ولا كيوقع ليهم كل يومين كل 3 ايام، وهما بحال اللي ولفوا على ديك الريحه وما بقاوش كيهتموا بالموضوع. من بعد اسبوعين كارولين قررت انها تهضر مع راجلها وتفاتحوا في موضوع ديال هاد الشيء اللي كيوقع في هاد الدار. قالت ليه ان هاد الفيرما اللي شريناها راها مسكونه بالعفاريت وبناتها ما كينعسوش من الخوف. راجلها ما تقبلش الهضره وقال لها غير انتيا كتوهمي، وانتي اصلا باقا ما ولفتيش على هاد البلاصه، وهاد الشيء غير تهيؤات، وهاد الشيء ما كاين منه والو. قال لها حنا راه خسرنا فلوس صحيحه، هنا خسرنا اللي قدامنا واللي مورانا باش نشريو هاد الفيرما، ماشي دابا تجي تقولي لي الدار فيها الجن وفيها الاشباح اش هتخربيق. وما اهتمش هو بالموضوع. وفي نفس النهار البنات الصغار قالوا لهم ان كتجي عندهم مرأة كتلعب معاهم دائما في الليل وكتغني ليهم. كارولين خافت بزاف وبدات كتسولهم شكون هي هاد المرأة، كيفاش دايره، شنو لابسه. فهم البنات الصغار بداو كيوصفوها، قالوا لها انها لابسه فستان شفاف قديم شويه وكتهضر معاهم وكتقول لهم سميتها باتشيبا. كارولين تصدمات من هذا الوصف والتفاصيل اللي قالوا لها بناتها، ولحقاش هم صغار ما يقدروش يالفوا قصص واللي يكذبوا عليها في هذه المواضيع. دازت ايام قليله وكارولين كتلعب مع بناتها الغميضه، كيسقوا بيديهم وكيتخباو وكل واحد كيقلب على الثاني. واحد اللحظه الام حسات ان بنتها الصغيره ما كايناش معاهم، ولكن كتسمع التصفيق بعيد. بدا قلبها كيضرب، حسات ان كاينه شي حاجه. حيدت الربطه على عينيها ومشات كتجري كتقلب على نانسي في كل بلاصه، في البيت، تحت الدروج، كتقلب عليها في الماريو، كتعيط ليها ولكن ما كتجاوبهاش. كتسمع التصفيق ولكن ما شايفاش بنتها. هنا خافت بزاف، قلبت الدار الفوق والتحت ومشات كتجري هابطه لاكاف. بقات كتقلب وكتعيط وهي هازه غير بيل في يديها. هذاك اللاكاف اصلا مرعب، ما فيهش الضوء، كلشي مسدود فيه وعامر بهذاك الاثاث القديم والالعاب والمونيكات. وهي هزت البيل ومشات كتقلب على بنتها لان بنتها ما عرفهاش فين طرفعات. كتقلب في كل بلاصه. واحد اللحظه كتلقى مونيكا واقفه حداها بشكل مرعب، كتتحرك الفوق والتحت. كارولين قلبها بدا كيضرب، كانت غادي تموت بالخوف. مشات كتجري في هذاك الظلام وكطيح في الدروج حتى طلعت من داك لاكاف. من بعد هذا الرعب اللي عاشته كارولين وبناتها قررت انها تجيب راهب من الكنيسه باش يطرد الاشباح والارواح الشريره اللي كاينين في هذيك الفيرما. وفعلا جا الراهب وبدا الجلسه ديالو، بدا كيدير الطقوس ديال طرد هاد الارواح والاشباح اللي ساكنين في الدار ومدير لهم الرعب. ولكن المصيبه ان هذا الراهب ما متمكنش، وغادي تخرج هذيك الروح وغادي تلبس في جسد البنت الصغيره وغادي ينطق على لسانها ويقول هذيك الدار راها ديالو وخصهم يخرجوا منها ولا غادي يعذبهم، وهو ما غادي يخلي حتى واحد يسكن فيها. حتى هنا الراهب ما قدرش على قوه هذاك الشيطان. شو السبب اللي خلى هذه الدار مسكونه وما كيتقدر حتى عائله تعيش فيها اكثر من شهر شهرين؟ من بعد ما بحثوا على التاريخ ديال هذه الفيرما كيلقاو ان مولات هذيك الدار الكبيره كانت مشعوذه، كانت كتمارس طقوس السحر
وسميتها باتشيبا، والنهاية ديالتها أنها انتحرت جنب البير ديال الفيرما، ومن تما الشبح ديالها والشياطين كيسكنوا داك الدار، وحتى واحد ما كيقدر يعيش فيها. من بعد هاد الأحداث كاملة ديال الرعب اللي عاشتها العائلة، فقدوا الأمل أنهم يعيشوا في هذيك البلاصة، وقرروا أنهم يرجعوا للمدينة وينساو هذيك المأساة والرعب اللي عاشوه في هذيك الدار، ولاو عايشين حالة نفسية من الخوف بسبب هذاك الشيء اللي عاشوه. وهذاك الشيء علاش تحولت قصتهم إلى فيلم رعب أمريكي. هذا الفيلم اللي حصد بزاف ديال الجوائز وكان من أشهر الأفلام الأمريكية. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون عجباتكم، ولا عجبكم المحتوى ما تنساوش اللايك الاشتراك، ونشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.